السلام عليكم. معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين. العيد قرب وان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده احلى وصفه كحك هتاكلوها. طعمه روعه جدا وناعم. معايا هنا نص كيلو من الدقيق هنخله كويس جدا. نستخدم دقيق مخبوزات عشان الدقيق المخبوزات بيدي نتيجه كويسه قوي ل اي حاجه بتعمليها في العيد. الافضل ان احنا نستخدم اللي هو دقيق المخبوزات. معايا هنا نص كيلو من الدقيق نخلته كويس قوي، ومعايا كوبايه نص كوبايه من اللبن. حطيت عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وحطيت معلقه كبيره من السكر على الخميره الفوريه واقلبهم كويس. وحطيت برضو معلقه كبيره من السكر على الدقيق اللي انا نخلته. انا مستخدمه سكر بودره، بنعم السكر عشان يديني نتيجه حلوه قوي ويدوب معايا بسرعه. معايا هنا معلقه كبيره من ريحه الكحك بحطها على الدقيق. طبعا ريحه الكحك بتديله ريحه حلوه قوي. بنشتريها من عند العطار، بتدي ريحه حلوه قوي وطعم روعه للكحك بسكر. هقلب بقى كويس. معايا معلقه كبيره من السمسم، ممكن نستخدم سمسم ابيض او سمسم محمص زي ما انا مستخدمه، مفيش اي مشكله. بحط عليهم بقى ربع كيلو من السمنه. طبعا ده ربع كيلو من السمنه بدرجه حراره الغرفه. لو هنعمل كيلو دقيق بنستخدم عليه نص كيلو من السمنه. لو هنعمل نص كيلو دقيق بستخدم عليه ربع كيلو من السمنه. تمام، يعني مقدار السمنه نص مقدار الدقيق. بعد ما هقلب الدقيق كده مع السمنه هبدا ان انا هبس السمنه كويس في الدقيق، عشان لازما كده الدقيق يتشرب من السمنه كويس قوي، وابسه عشان يديكي نتيجه ناعمه وحلوه قوي. دي مرحله مهمه جدا في الكحك، ان انا لازما ابسه كويس زي ما انتوا شفتوا كده معايا. بعد كده هبدا هنزل باللبن اللي احنا عاملينه مع الخميره والسكر، وهبدا هلم العجينه لحد لما اكون معايا عجينه لينه. طبعا اللبن ممكن استخدم من نص كوبايه لبن لكوبايه لبن، تمام، على حسب نوع الدقيق اللي احنا مستخدمينه. هبدأ بقى ان انا هشكله في صينية على شكل كور. بعد كده ببدأ ان انا ابصمه بالبصامة بتاعة الكحك عشان اديله شكل الكحك كده، وادخله الفرن على درجة حرارة 180، واولع الشواية من فوق والفرن من تحت على الرف اللي في النص كده. بياخد حوالي معايا ربع ساعة في الفرن وبيبقى جاهز. وده شكله بقى بعد ما طلعته من الفرن. وهبدأ بقى ان انا ارش عليه بعد ما يبرد كده، برش عليه السكر البودرة. وكده بقى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخنا اسماء، وكل سنة وانتم طيبين.